xasida yi moo nu war a dàqal lépp lu ñuy lekk lu ne jàng xasida yi moo nu ko war a dàqal. bismillahi irrahmani irrahim xamdan liman jacala hada alchahra almubaraka ra'sa alsanati alhijriya wa axada alashhur alxurumi almucazamati fi alislami wa fi aljahiliya nashhadu annahu allahu alladi la macbuda bixaqin siwah wa anna sayyidana muhammadan abduhu wa rasuluhu wa mustafaah salawatullahi wa salaamuhu alayhi wa ala alihi alakramin wa ashaabihi almuxsinina wa jamici ummatihi ila yawmi ddin amma bacd faaclamuu cibaadallahi أن لشهركم هذا في الإسلام منزلة كبيرة وخصائص عديدة وفضائل كثيرة فاعمروا أيامه الميمونة بالطاعات والصيام والذكر والصدقة والصلاة في الليل والناس نيام فقد أخرج مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال أفضل الصيام بعد شهر رمضان شهر الله المحرم وأفضل الصلاة بعد الفريضة قيام الليل ومما يدل على الخصائص والفضائل لهذا الشهر الكريم أن النبي عليه الصلاة والسلام أضافه في الحديث المذكور آنفا إضافة تشريف إلى ربه العظيم وأنه من الأشهر الحرم الأربعة المباركة التي هي في خصوصها وحرمتها غير مشاركة وأن فيه يوما صومه يكفر ذنوب عام وهو اليوم العاشر الذي أمر بصيامه سيد الأنام ففي الصحيح أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قدم المدينة فرأى اليهود تصوم يوم عاشوراء فقال ما هذا؟ قالوا هذا يوم صالح هذا يوم نجى الله فيه بني إسرائيل من عدوهم فصامه موسى قال فأنا أحق بموسى منكم فصامه وأمر بصيامه وفي الصحيح أيضا وصيام يوم عاشوراء أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله وقد ثبت أيضا أنه صلى وسلم عليه النافع صام عاشوراء وقال لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع فاقتدوا بنبيكم في صوم عاشوراء أيها الإخوان وصوموا اليوم التاسع تظفروا بالأجر الجزيل والغفران مما روي موقوفا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه بسند جيد قوله من وسع على أهله ليلة عاشوراء وسع الله عليه سائر السنة عباد الله سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم جعلني الله وإياكم من عباده المتقين
الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد فيا أيها الناس قد رحل عام وانتقص من الأعمار وحل عام جديد ليبعدنا عن الدنيا ويقربنا إلى دار القرار فاستهلوا هذا العام بالاستغفار والعبادة على سنة خير العالمين مستدركين ما فاتكم بكل ما يرضي الله تعالى مخلصين له الدين وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون واشكروه تعالى على بقائكم في الحياة الدنيا إلى هذا الأوان مستغلين بقية أيامكم فيما ينفعكم وينجيكم من عذاب القبر والنيران يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم قال شيخنا العبد الخديم رضي عنه وأرضاه الكريم واغتنموا خمسا خبيل الخمس كما به أمر خير الإنس عليه أفضل الصلاة والسلام في آله وصحبه الغر الكرام أولها الشباب قبل الهرم ومثله الصحة قبل السقم ثالثها الغناء قبل الفقر ثم الفراغ قبل شغل يصري خامسها الحياة قبل الموت فسارعوا للخير قبل الفوت ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم صل وسلم سرمدا يالله على نبينا ومن والاه سيدنا محمد والآل وصحبه يا من له مآلي وهب لنا أخذ الذي آتانا وترك ما عن فعله نهانا حتى يكون كلنا في الحركات مقتديا بسنة والسكنات والطف بنا وقونا وكن لنا وهب لنا حسن الختام ربنا يغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين آمين